ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جايلكم بفيديو جديد. عايزه اقول لكم النهارده ماما جايه تتغدى عندي. هي بقى الصراحه يعني كانت جايه تقعد تقول، قالت لي هقعد معاكي شويه وهمشي. قلت لها لا، يعني تيجي وما تتغديش ازاي؟ والله العظيم. قالت لي لا والله العظيم انا جايه هبص عليكي بس واطمن عليكي وهطمن على خالد وهمشي، عشان بقالها كتير قوي ما جاتش امي. فطبعا انا اخدتها على قد عقلها، قلت لها ماشي، ونزلت السوق جبت غدا. جبت سمك بربون، وخليت محمد يشوي لنا سمك، وهعمل جمبري ورز صياديه وسلطه ومسقعه. هنعيش حياتنا بقى دلوقتي في المطبخ. وقلت بقى بالمره، انا كنت قايله لكم ان انا عايزه اغير لخالد الحضانه، غيرت له بقى الحضانه. رحت قدمت له النهارده. بصوا بقى الحضانه اللي هو كان فيها، اللي هي الاولانيه دي، عايزه اقول لكم ان هي كانت معفنه. معفنه في ايه؟ الولد ما كانش مرتاح فيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، كانت بقى بصوا لما بطريقه مش طبيعيه. اسبوع خالد بيروح الحضانه، والاسبوع التاني بيقعد في البيت يتعب فيه. كله يروح يتعدى من العيال عشان الحضانه لما ويجي. ده غير ان هو نفسيته ما كانتش مرتاحه فيها، ما كانش فيها العاب. يعني لازم الطفل برضو، ده لسه طفل صغير، لازم برضو يرفه عن نفسه، ما يبقاش دايركت كده دراسه 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 دراسه. يعني ده لسه صغير، فهو اصلا ما كانتش نفسيته مرتاحه فيها. فزي ما انتم شفتوا كان على طول اقول لكم ده تعبان تعبان تعبان. وغيرتها له، رحت بقى حضانه تانية ادوا له بقى. يعني دي بقى بصوا التزام من نار، وما شاء الله عليها كويسه جدا. بصوا ادوا له يونيفورم اهو. ده اسم الحضانه، اسمها بيبي فيرست اهي. هو اليونيفورم سويت شيرت بس. قالوا لي بقى انت عايزه تلبسيه بنطلون جينز، تجيبي له بنطلون ترنج كحلي، سويت بانس، اي حاجه هجيب له عليه سويت بانس كحلي. وادوا له الكتب بتاعته. مبسوطه قوي، مبسوطه قوي ان انا يعني بص رايحه اقدم له في الحضانه، ورايحه بقيت اخداه الصبح عشان اقيسه اليونيفورم، وكانوا عاملين له تيست وكده في الاختبار. عايزه اقول لكم يعني بقيت اقول له نفسي كده عقبال ما اروح اقدم لك كده ورق الكليه. يعني بصوا كنت فرحانه طايره من الفرحه. ادوني كراستين. دول كراستين هما بيتابعوا معايا في الكراستين دول، بيتابعوا معايا. ودي بقى الكتب بتاعته. ده ماس اهو. ايوه. عايزه اقول لكم خالد، تعالى خالد تعالى اقف هنا. مبسوط بالحضانه، مش عايزه اقول لكم مبسوط بيها ازاي. طاير من الفرحه صح؟ ايوه. رحت الحضانه عملت ايه؟ بيبي فيرست فيرست. مبسوط بيها، مش عايزه اقول لكم ازاي. بصوا ده الماس ماشي. وده ايه؟ وده الانجليش بتاعه. بصوا الكتب دي ايه دي؟ ده الماس وده الانجليش. ودي بقى زي كده ايه. بصوا ما قالوليش دي ايه، بس هي يعني شكلها كده اللي هي يعني انجليش برضو. لان بصوا مبسوط بيها ازاي. دي بتشوف الجو خالص. حلوه الكتب. ايوه دي بتشوف الجو خالص خالص خالص. الالوان بقى الكتب ده يعني الالوان بالانجليزي اسمها ايه، والنتيجه بصوا الانجليش. بصوا كده. يعني ده مثلا، يعني هنا مثلا اهو جراند فازر، جراند ماذر، داد، مامي، صح؟ ماذر، بابي، انكل. الكتاب ده يعني بيعلمه بالانجلش كل حاجه. بيقول جيب كل حاجه في شنطتك. ودوت دي يلون فيها رسومات، ويلون فيها، يعلموه برضو ان هو يلون ويمشي كده بالخطوط. دي الفواكه دي بقى بصوا الكتاب برضو. بصوا فيه الفاكهه كلها، عشان برضو يبقى بنانا. بصوا اسمها ايه دي؟ ستروبري، فراوله، ابل، تفاحه، اورنج، برتقال، والعربي. لا يعني الحضانه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بقيت النهارده فرحانه بيه، وبقول له عقبال ما اقدم لك كده ان شاء الله في الكليه، وافرح بيك كده نروح نقدمه في الكليه. فهيروح ان شاء الله. الحضانه بقى القديمه كانت من الحد للخميس، وكانت فتره مسائيه. يعني كان فيها فتره صباحي وكان فيها فتره مسائي، فانا كنت موديه فتره مسائيه.
الحضانه دي بقى ما فيهاش فتره مسائيه، من 7:30 الصبح لحد الساعه 3 العصر. طبعا مش شرط ان انا اجيبه من 7:30 الصبح ان هو يتحط كل دوت في الحضانه. هم قالوا لي انت براحتك، عايزه تجيبيه مثلا 8، عايزه تجيبيه 9، عايزه تجيبيه 10، براحتك يعني. هاتيه كده كده الحضانه من 7:30 الصبح لحد الساعه 3 العصر. انا طبعا قلت اوديه على الساعه 10، هيبقى حلو قوي قوي عشان ما يزهقش برده، ما يبقاش الوقت طويل عليه. 10 هيبقى حلو قوي. وهجيب له سويت بانس والكتب زي ما انتم ما شفتوها. ودي بقى بتبقى كراستين متابعه عشان الميس تقول لي اخد ايه وما اخدش ايه. دي كراستين متابعه، الميس تتابع معايا بقى فيهم. هوريكوا حاجه تانية في دي. اخد ايه وما خدش ايه وكده. المهم يلا بقى عشان تيتا جايه ننجز نفسنا. هروح بسرعه بقى على المطبخ. تعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه في المطبخ. ننجز نفسنا عشان اقسم بالله انا لسه متصله بيها، قالت لي انا على اول الشارع. انتوا متخيلين؟ انا انجزت نفسي وقلت سمك مشوي. الجمبري مش هياخد وقت، وجبت كده كده نص كيلو بربون مش هياخد معايا وقت. لو وصلتوا لحد هنا حطوا ايه اسمه ايه، حطوا لايك. هوريكوا حاجه تانية في دي. خلاص بقى يا خلوده، بقى خلوده مش هيسكت. حطوا لايك، فعلوا زر الجرس لو اول مره بتشوفوني، وهستنى كومنتاتكم اللي دايما بتفرحني وبتسعدني. ويلا بينا على المطبخ نشوف هنعمل ايه. وشير سبسكرايب، شير كتير وسبسكرايب كتير. يلا بينا. واعمل لايك، اعملوا لايك اعملوا ايه؟ وعلى المايك. يلا بينا. طبعا بقى دخلت على المطبخ، خدت بقى سمك البربون. وانا طبعا جايبه بقى نص كيلو بس، ما رضيتش ان انا اجيب كيلو، لان انا ما شاء الله جايبه كيلو جمبري وجايبه كمان كيلو ونص سمك بولتي، وهعمل مسقعه. فاللي هو بقى انتوا فاهمين، واللي هو اصلا احنا 3 انفار بس، انا وماما ومحمد. فاللي هو مش عايزه برضو ايه، بالذات السمك يعني يتاكل وهو طازه. يعني السمك يتاكل وهو طازه، ما يتاكلش وهو بايت، ما يتاكلش مثلا ينفع ان هو مثلا زي الطبيخ نسخنه. فاللي هو من الاخر كده بنجيبه على القد، يعني هو بيتاكل في ساعتها، هو حلاوته يتاكل في ساعتها. فالبربون طبعا احلى حاجه بتعجبني فيه ان هو بقى مش زي السمك البولتي او زي السمك اللي هو البوري بياخد وقت في تنظيفه وكده. لا هو يا دوبك بس بطنه كده بتتنضف وبس. فقعدت انضف بطنه وجبت نص كيلو بالظبط. قلت تمام قوي، ما رضيتش ان انا اجيب كيلو زي ما انا ما قلت لكم، عشان ما يبقاش الاكل يبقى بالزياده. نضفت بقى بطنه. عايزه اقول لكم يعني انا وماما بنحبوه. محمد ملوش تقل على البربون قوي، يعني عارفين اللي هو ملهوش تقل عليه قوي، يعني اللي هو ممكن كده في النص كيلو دول كلهم ممكن يعني ياخد سمكايه وممكن ما ياخدش اصلا، ملوش تقل عليه. فاللي هو بالنسبه لي انا وماما نص كيلو حلو قوي. طبعا ما خدش وقت في تنظيفه معايا زي ما انتم ما شفتوا. هو بطنه بس كده اتنضفت، وتحت الحنفيه كده شطفته شطفه كويسه، والبطن كمان مكان ما نضفتها حطيت الاكل للقطه. طبعا خالد جايب قطه كده صغنونه ومسميها سمسم، ورايح جاي بيها في الشقه ولا هي عننا، فدي حاجه بسطاني. فحطيت لها بقى الايه البطن بتاع السمكه، حطيتها لها في طبق كده، وحطيتها لها على جنب عشان تاكله. وقلت ابقى اسيب لها الطبق دوت بقى ايه، مخصصه لها كده اطباق تاكل فيها. طبعا ما خدش وقت خالص. فالمهم اديته شطفه كده، وقلت بقى اركنه على جنب. طبعا هعصر عليه ليمونيه وشويه ملح وبس، ويتحط في الدقيق ويتقلى، مش هياخد معايا وقت. وشطفت برضو الجمبري كده شطفه كويسه قوي. طبعا انا عايزه اقول لكم مستعجله، لان ماما لما بتجيلي من النوع اللي هي بتكهربني، اقسم بالله بتكهربني، اللي هو انا هنزل وعشان اغدي جدك وعشان مش عارفه ايه، وجدك مستنيني وما ينفعش ان انا اتاخر، وتقعد بقى ما اقولكوش على اللي هي بتعمله. فمكهرباني اصلا، مكلماني زي ما اكون اللي هي ايه، مش عايزه ان انا اعمل غدا، مش عايزه ان انا مثلا يعني اللي هو ايه، ما اعملهاش حاجه مخصوص. بتكلمني وهي يعني ايه، فاهمين؟ انا خلاص انا جايالك، انا نازله من البيت وجايالك. فاللي هو بقى زنقتني، بس على مين انا يعني، تحت مني سوق، كل حاجه تحت مني. دخلت على المطبخ بقى، حطيت الجمبري كده في الصينيه، بعمله في الصينيه. وطبعا بقى كنت ضربه في الهون 3-4 فصوص توم مع نص قرن فلفل، وحطيت بقى خرطت كرفس، دقيت في الهون توم وفلفل 3-4 فصوص توم على نص قرن فلفل، ونزلت بيهم على الجمبري، وخرطت كده بتاع 3-4 عودين كرفس، وطماطمايه طرنشات. انا على طول بعمله بالطريقه دي، يعني بيبقى تحفه. وليمونيه برضو طرنشات، ما حطيتش الليمونه كامله لان الليمونه كامله هتبقى ياما قوي، فحطيت زي نصها كده طرنشات. وهحط بصلايه برضو طرنشات، يعني ما بكترش في التوابل اللي بتتحط، لان انا ايه، عايزه الشوربه كده تبقى صافيه كده وحلوه، ما يبقاش طعمها بهارات، يبقى تبقى يعني ايه، تبقى شوربه جمبري. وطبعا بقى البهارات اللي انا حطيتها ملح،
كمون، رشه من الفلفل الاسود صغننه، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. بس كده هتشربوا بقى احلى شوربه جمبري. طبعا بقى نزلت بميه، طبعا ده كيلو جمبري كترت ميه، حطيت ميه كده شويه ميه محترمين عشان الشوربه بقى. يعني بصوا شوربه الجمبري دي بتبقى في قلبي مش في معدتي. وحطيتها بقى على العين كده، وقلت بقى اعمل الرز. حطيت بقى على العين كده حله فيها زيت، واستنيت لما الزيت سخن، ونزلت بالبصل. نزلت بقى بثلاث 4 بصلات كده كبار بشرتهم. وقلت بقى اعمل الطماطم، عشان قلت لكم بقى ايه، اضرب الطماطم في الخلاط هعمل مسقعه. فبدات ان انا كده ايه اخرط بقى كده الطماطم. وطبعا بقى كان عندي طماطم منها بقى ايه فيها كده زي بايظه كده، فكنت بقطعها كده، بشيل نصها كده، واخد النص التاني السليم، واحط كله كده ايه في الخلاط. عشان اضربها في الخلاط لازم بقى يعني سمك عندنا يعني مسقعه، سمك يعني مسقعه بس. فكنت عايزه اقول لكم يعني مشغله، هتشوفوا دلوقتي مشغله عيون البوتاجاز كلها، عايزه انجز كده بسرعه، لان هي يعني ما بيبقاش ليها طاقه ان هي تقعد، اللي هي من النوع اللي هي والله العظيم اقسم لكم بالله اعد لكم عدد المرات اللي ماما من يوم ما اتجوزت جت عندي حرفيا، اللي هو فاهمين كل 3-4 شهور مره، والله العظيم زي ما بكلمكم كده مره. والمره دي ما بتبقاش جايه اللي هي مثلا تبقى على بياتين بتبات، يعني مره من يوم ما اتجوزت باتت عندي لما كنت والده خالد، لما ولدت خالد. اقسم بالله من يوم ما اتجوزت، يعني انا داخله اهو 6 سنين جواز، من يوم ما اتجوزت ماما جت باتت عندي مره لما خالد ولدته. حطيت بقى على العين التانية حلة فيها شوية زيت، ونزلت بقى بإيه، نزلت ب3-4 فصوص توم عشان المسقعة. وبعد كده طبعا الزيت عشان كان سخن، انا طبعا ضربت الطماطم في الخلاط، والزيت كنت حاطه اصلا الزيت على النار في الحله فسخن. فمجرد ما نزلت بالثوم، الثوم نزل احمر، رحت نازله بالطماطم على طول اللي انا ضربها في الخلاط مع معلقتين من الصلصه الجاهزه. انا الصلصه الجاهزه ما استغناش عنها ابدا في البيت، يعني فاهمين، اساسيه. ورشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، والكلام خلص على كده. والجمبري طبعا عايش حياته على النار، والرز على العين ايه التانية. مش ناقص كده غير ان انا اقلي البتنجان واقلي البتنجان واقلي اللهم صل على النبي البربون بس. والسمك المشوي كده كده الراجل بقى ايه محمد هيبقى يجيبه من عنده بس. قعدت اقلب بقى الجمبري، حسيت ان الميه بتاعته نقصت، فقلت ازوده شويه ميه كمان. وقلت ادوق الاول الشوربه اشوفها محتاجه ملح ولا لا، عشان ما دقتهاش من ساعه ما حطيتها. وصدقوني لو عملتوا الشوربه بالطريقه دي بقى الشوربه الجمبري الاسكندراني اللي على اصولها بجد. دقتها بقى كده لقيتها ان هي عايزه ملح، فهزود له شويه ملح. زودت له شويه ملح وزودت له شويه ميه، وقلت بقى اغطيها عشان يستوي بسرعه. طبعا هنا ماما كانت جت ويلا يا بنتي يلا يا بنتي، غطيت شوربه الجمبري عشان تستوي بسرعه، وكمان اوسع لنفسي عين زياده اعرف ان انا اقلي السمك او البتنجان. هنا بقى كانت الميه بتاعت قصدي البصله بتاعت الرز كانت خلاص، كانت اغمقت. هنزل بقى بالميه. نزلت بقى بالميه. طبعا انا هنا عامله 1.4 كيلو من الرز. نزلت بقى بالميه. عايزه بقى الصراحه اشتري شكاره رز، لان الرز السايب دوت مشكله. يعني الحاجه اللي ما ينفعش ان هي تتقطع من البيت زي بالظبط البطاطس والبصل الرز. فلو هجيب شكاره، انا كنت في اول ما اتجوزت كنت بجيب شكاره، كانت بتقعد عندي وكنت بحس كده بالبركه. يكفي ان انا لما عاوز ان انا اعمل يعني عندي شكاره اسحب منها وقت ما انا عايزه. لما ما بيبقاش عندي بطلت اجيب شكاره، اللي هو السايب دوت مرار بقى، يعني فاهمين. المهم هنا كنت بقى خلاص نزلت بالرز. وبعد ما نزلت بالرز الميه كانت غلت، نزلت بملح ونزلت بالرز ونقلت بقى على العين التانية. قلت بقى ابدا ان انا اعمل المسقعه. كنت شاطفه البتنجان ومخرطاه ومظبطاه. قلت بس ايه اديله كده تقليبه في الملح وانزل بيه بقى في الطاسه. هنا بقى كان الزيت لسه ما سخنش، فسيبته. قلت لمحمد تعالى لي يا باشا، انت قاعد كده اتسللي في اي حاجه، اعمل لي السلطه، خرط لي السلطه، اعمل لي اي حاجه. قال لي ماشي. السلطه بقى احنا ما بنحبش ان احنا يكون فيها جرجير او كابوتشا او خاصه او اي حاجه. هي طماطم وخيار وفي بصل، فيه مفيش خلاص، طماطم على خيار وليمون وملح بس. هنا بقى كنت زي ما انتم شايفين العيون كلها شغاله، عين عليها الصلصه وعين عليها الجمبري وعين عليها الرز وعين عليها البتنجان. فاللي هو بقى عايزه اقول لكم بصوا مرار. هنا بقى طلعت بعد ما محمد قال لي تمام هخرطها لك، قلت له ثانيه يا باشا اغسل لك بس ايه، اغسل لك يعني اغسل السلطه وكده. قال لي ماشي.
بدأت بقى ان انا اغسل الطماطم زي ما انتم شايفين، وعايزه بقى انجز. اوحش حاجه لما ابقى بقى بصوا متلهوجه كده، بحس ان انا ب100 ايد والله العظيم، ما اعرفش ازاي. طبعا انا بقى يعني قلت اعمل سمك. ليه بقى قلت اعمل سمك؟ لان انا بسالها، يعني انا اول ما اصحى من النوم، ماما انت هتعملي اكل ايه النهارده؟ تقول لي مثلا ايه، هنعمل جبنه قديمه وبطاطس محمره. اقول لها اعمل زيك. ماما هتعملي غدا ايه؟ فانا كنت طول الاسبوع مباشره معاها هي عامله غدا ايه، عشان كنت بعمل زيها. فعارفه ان هي الاسبوع ده ما كانتش عملت سمك، فقلت لا انا بقى اعمله، وبما انها جايه تتغدى عندي يلا يبقى بالمره بقى، تبقى حاجه برضو ايه، ان هي بقى طلعنا بره دايره النواشف والطبيخ والفراخ واللحمه، زهقنا. بدأت بقى هنا كده اقلي البتنجان، وهنا بقى عكست، لقيت الصلصه بتاعت المسقعه خلاص على وشك ان هي خلاص جهزت، فعكست. وهنا بقى كان محمد بيخرط لي السلطه، عامل موال عشان شويه سلطه. طبعا ماما قاعده في الاوضه، هي لو تشوفوها قاعده في اوضه المعيشه هناك قدام التلفزيون. كنت فاتحه لها فيلم، بتحب سعاد حسني قوي، ولقيت فيلم بقى صغيره على الحب على قناه الحياه الزرقاء. قمت جايه بقى فاتحه لها، قلت تتسلى بدل ما هي ما كل شويه ملهوجاني. حطيت بقى هنا بقى خلاص، كنت بدأت ان انا خلاص حطيت بقى هنا الدقيق في طبق عشان اقلي السمك، وانجزت نفسي. طبعا حاطه مناديل على الطبق عشان تصفي الزيت بتاعها من البتنجان، حاطه منديل. بس مش عارفه ليه كنت حاسه ان انا في رمضان، يعني وانا بعمل الاكل كنت حاسه كده احساس فطار رمضان كده، خصوصا ان احنا كانت المغرب لسه ما اتدنتش، وبعمل الاكل اللي هو عارفين الوقت اللي ما بين العصر والمغرب هو الوقت دوت. فكنت حاسه بقى ان انا يعني ايه الايام رمضان كده، اللي هم بلغنا رمضان، ويجعل رمضان كده سعيد علينا كلنا يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. افتكروني بقى ان انا اول واحده اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. نزلت بقى حطيت طبعا السمك في الدقيق ونزلت بيه كده. انا طبعا المفروض ان انا اعمله في طاسه، قعدت ادور على الطاسه مش لاقياها، قلت مش مهم امشي نفسي بالصينيه دي وخلاص، انا عايزه انجز نفسي. متبل طبعا بملح وعصر عليه ليمونيه وشويه خل صغيرين، بس كده. بدأت اقلب بقى المسقعه بتاعتي، وقلت بقى بالمره ايه وانا بقلب كده، قلت لمحمد يجيب لي فلفل. انا بحب بقى بصوا بعشق الفلفل الحامي بالمسقعه. انا طبق المسقعه ده في قلبي اقسم بالله. وعايزه اقول لكم لما بروح اتغدى بره في اي حته خلقها ربنا، اول حاجه اطلبها فين؟ مسقعه. يقولوا لي حاضر، طبق يعني بصوا. وجنب بقى الفطار الصبح فول فلافل، بالليل في العشاء ممكن ابقى ما يبقى فيه جبن ولانشون وكده، ولا اتغدى طبق المسقعه مع رغيفين سخنين بقى كده، او متسخنين عادي من الفريزر مطلعهم مسخناهم. لا بالنسبه لي كده المسقعه يعني بصوا كده تمام التمام. هنا برضو جبت طبق وحطيت فيه برضو مناديل، دي مناديل مطبخ جايباها من كارفور تحفه. بطلع عليها الاكل بقى عشان ينزل الزيت بتاعه. بدأت بقى ان انا اطلع السمك. هنا بقى كانت المعلقه كانت هتفرفت مني السمك، فطلعت بقى اللي هي اسمها ايه، السيليكون دي، تحفه بقى في السمك. ولما بطلع بيها بشاميل اللي بتطلع لي الخرطه بخرطتها، لا ممتازه. يا ام خالد، ايه يا ابو خير؟ ايه الحلاوه دي؟ اتأخرت بالله عليك؟ لا لا الله ينور. اتأخرت؟ عامله لنا ايه بقى؟ مسقعة، ايوه وده البربون، ايوه. وده الجمبري. ورايهم بقى كده الجمبري، فرجينا بقى السلطة الجمدان. عامله بقى شويه اوه لا الله ينور. على ايه الجمدان ده؟ ايه رايك؟ جمبري ما شاء الله. طماطم على والبربون ايه؟ خيار، ورينا السلطه الجميله. العب. فيهاش كلام. ودي مسقعه. مسقعه لا 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 تسلم ايدك يا ام خالد. بص انا خلاص خلصت. تسلم ايدك هقلب والله. بس السلطه السمك. اوه اهو. والكيسه دي ايه بقى يا ام خالد؟ الكيسه دي فيها سمك دي؟ ايه فيها السمك؟ ده السمك المشوي ايوه. بولتي. بولتي. انا قلت يبقى مقلي وبولتي بجانب الجمبري. طبعا ما لقيناش جندوفلي، فلو عليا ولا جندوفلي ولا كابوريا. كنت عايزه اجيب جندوفلي وكابوريا ما لقيتش اهو. لا بس الله ينور ام خالد والله تسلم بس ايدك. خالد عشان ما تتعملش بس يا خالد. بس خلودي اهي هنجرب بقى الجمبري. ورينا السمك الجميل. ايه رايك؟
لا جميل والله، ايه رايك؟ شكله تحفه اصلا. شكله تحفه ها؟ تسلم بس يا ايدك يا ام خالد. خالد. خلاص انا هجيب لكم الجمبري. ماشي يلا بينا. يلا بينا بقى. هجيب لكم الجمبري اهو. فين الجمبري؟ اوه جمبري. اه حبيب قلبك ده. تحب الجمبري يا خالد؟ ايوه ايه رايك في الاكل يا خالد؟ اهو حلوة قوي. ماشي. كمان اوه ما شاء جمبري. الله يعني. جمبري حلو. شايف؟ اوه جمبري. شغل شيفات ده. ايه رايك؟ لو الخلطه كمان جميله. ايوه والشوربه يعني كمان الخلطة شكلها اللي حلو. أنا عاملاها انت عارف ان انا مميزه بيها. اهو الشوربه بقى احطها لكم في طبق صغير كده ماشي ظبطينا كده. اهو. اصفيها بس من اللي هي فيه واحطها لكم. ايه رايك؟ تسلم ايدك يا ام خالد، الله ينور. رز شويه رز بقى. بص لوز العنب. لوز العنب بقى. لوز العنب. لوز العنب. بسم الله الرحمن الرحيم. في حد كان بيسالك يا ام خالد يعني ايه لوز العنب؟ بص انا ما اعرفش، انا سمعتها في فيلم محمود عبد العزيز قالها، ايوه فانا ما اعرفش يعني. انا اشطر واحده تسمع كلام وتقلده، لكن تيجي تقول لي ايه معنى اللي انت بتقوليه اقول لك ما اعرفش. ايوه يعني فاهم انت؟ هي بتتقال اللي هي حاجه زي اللوز كده فاهمه، بس هي بقى يعني هو بقى بندلع اللوز، بندخل ايوه معاه عنب كده. أيوة. زي ما بنقول مثلا ايه حلاوه بالقشطه يا قشطه. مربى بالكريمه يا كريمه. هي بتبقى كده اهو. وهجرف برضه يعني انا حاطه رز كده كده بالزياده كده كده. دي ماما يعني مش حد غريب. وللامانه محمد لازم انزل اشتري اطباق. ما انا قلت لك قبل كده عايزه انزل من اشتري فتره كده أطباق قلت بجد. لك. محتاجه اشتري اطباق. ايوه بس عايزين اطباق اللي هي الغويطه دي، عارفاها؟ ايه؟ اطباق اللي هي اللي هي غويطه شويه. تاخدني كده. اطباق اللي هي الغويطه شويه. ايوه مم. وهجرف برضه هنا طبق تالت. بص انا ممشيه نفسي ملصمه نفسي بالاطباق. لازم انزل ان شاء الله اروح اشتري اطباق. محتاجه اطباق، محتاجه حلل. مم. انا الاطباق والحلل بتوعي يكسفوا. انتوا مش غرب بس هم يكسفوا. عايزه والله العظيم افضل وانزل ان شاء الله اجيب. فضيت خلاص. انا كان اللي شاغلني حضانه خالد ان انا بدور على حضانه خالد وكده، بس خلاص الحمد لله خلصت منها. الطبق ده بتاعك يا معلم، طبق الرز ده بتاعك. شوبسي. ايوه يا خلود يا حلو. ايوه الله ينور يا ام خالد. خلصت. تسلم ايدك. طبعا بقى يعني بصوا حبايب قلب ام خالد، لازم العنب. لايك لازم شير كتير وسبسكرايب وكومنتاتكم. استنوني في فيديو جديد واتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. وتعالوا اوريكم شكل الاكل كده من قريب. محمد عامل ازاي جميل ازاي ما شاء الله. يعني بصوا لو طولي ان انا اجيبكم كلكم عظمة. كلكم مع بعض. ايه العظمه دي يا ام خالد؟ ايه رايك؟ ايوه بص الجمبري، بص الجمبري. ايه ده ايه ده ايه الجمدان ده؟ ولا السمك بقى شكله ايه عليه الخلطه الجميله والسمك البربون وحاجه السمك جميله البربون. جميله. ايوه يا خلود يلا يا بابا. باي باي.